النهارده بقى نعمل مع بعض حمص الشام بكل تفاصيله وبكل اسراره. حمص الشام هنعمله بكل التركات زي ما بنشربه كده على الكورنيش، وبأحلى كمان. شايفين اللون؟ والحمص نفسه ميته تقيلة، واللون جميل، والطعم بجد يعني روعة. عايزكم تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. حمص الشام على اصوله. فايته كتير قوي اللي مشربوش بالطريقة دي. شايفين القوام بتاع المية عامل ازاي؟ بجد تحفة. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. هننزل اول حاجه كده بالحمص، هننقعه كده ليله كامله، ونغير له ميه مثلا 3 مرات كده وهو منقوع كده. عشان ايه؟ طبعا بيطلع الغازات اللي فيه وكده، لازم نغير له ميه مرتين 3 كده. تمام. تاني يوم بقى شايفين الحبايه بقت عامله ازاي؟ نفشت كده وبقت حلوه. هنحطه على النار وننزل عليه بالميه. بغطيه طبعا ميه خالص، وبسيبه بقى ايه، يغلي غلوتين 3 كده لحد ما الحبايه تستوي معايا زي ما انتم شايفين كده. او يعني مية مية كده. هننزل بقى نضرب شفشق طماطم حلو كده زي ما انتم شايفين، بسلو موشن ده. ونروح نازلين عليه ايه، على الحمص بعد ما استوى كده نروح نازلين عليه بالطماطم. ده عصير طماطم عادي جدا مضروب في الخلاط. تمام. ونقلب كده الطماطم كده مع الميه. يا ريت بقى متنسوناش كده بدعمكم بالاشتراك. نزلنا بمعلقه توم مفروم بتاع 5 فصوص توم، ومعلقه خل ابيض عادي. ونقلب الكلام ده كله مع بعضه، ونسيبه بقى يتسبك شويه. بعد ما تسبك كده وخد له غلوتين 3، هننزل بمعلقه صلصه ونقلب. بص اللون كده بدأ يظهر معانا. وبقى الكمون بقى، الكمون اساسي يا جماعه طبعا. وبننزل بمعلقتين كبار كده زي ما انتم شايفين في حمص الشام. كمون يعني لازم يبقى بزياده شويه في حمص الشام، لان ده اساسي يعني. وبعد كده بننزل بمعلقه بابريكا. ده سر من الاسرار برضو، بيخلي اللون بتاعه حلو والطعم بتاعه بجد روعه. عايزكم تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم جدا. يعني اللي بيحب حمص الشام هتعجبه الطريقه دي قوي. ودي بقى معلقه صغيره كده للشطه طبعا حسب ايه الرغبه يعني. وده الملح. ونحط معلقتين ملح كده ولا حاجة، وندوق يعني نشوف طبعا الملح حسب الاحتياج طبعا. نقلب الكلام ده كله مع بعض ونسيبه بقى ايه، يغلي. بص المية بقى بجد طعمها حلو قوي. والقوام كمان المية ليها قوام كده. طبعا لقيته عايز ملح تاني فاديته طبعا نص معلقة ملح كده. تعالوا بقى نعمل ايه الدقة بتاعة الحمص الشام. جبت شوية مية حمص، حطيتهم كده في بولة، نزلت عليهم معلقة كمون ومعلقة شطة وعصير ليمون، او شوية عصير ليمون كده، عشان نعمل احلى دقة بجد الحمص الشام. تحفة. ننزلها بقى هنا ايه، في الكوباية دي، عشان نجربها بقى مع حمص الشام هنشوف عاملة ازاي. كده الحمص بتاعنا خلص. شايفين بقى القوام بتاع المية بقى عامل ازاي؟ ممتاز. ولا تقول لي بقى حلبسة الكورنيش ولا اي حاجة، احنا عملنا احلى حلبسة هنا. نصب بقى في الكوباية بتاعتنا. بجد عظمة. مع الجو الشتا اللي احنا فيه ده، حمص الشام المفروض ما يخلاش من البيت. قلب بقى كده ودوق يا معلم. بجد تحفة. ننزل بقى بشوية الدقة اللي عملناهم عشان نحل الكلام. تنسوش بقى تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واحلى لايك واحلى تعليق. وياريت تجربوه وتقولوا لي عملت ايه، الطريقة طلعت معاكم عاملة ازاي. مستني ردكم ومستني دعمكم. شكرا ليكم. سلام.